السلام عليكم الإخوان الأخوات، نتمنى إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة وتكونوا بخير. وهذه المناسبة ديال عيد الأضحى نقول لكم عيد مبارك سعيد وكل سنة وأنتم بألف خير. وبهذه المناسبة كذلك بغيت نقدم لكم هذه الحلوة ديال المعسلة بالكاوكاو اللي كتجي صراحة لذيذة ومقرمشة وفي المنظر كذلك جميلة. كمقادير كنحتاجو 200 غرام ديال الكاوكاو اللي كيكون محمر ومهرمش، جوج معالق ديال السنيده او السكر، ما تكثروش السكر لان غادي نسقيوها بالعسل. كنزيدوا واحد نص ملعقه صغيره ديال القرفه، كنزيدوا واحد 4 ملعقه ديال المسكه حره، جوج معالق ديال ماء الزهر. ومن بعد كنبداو نخلطوا هاد المكونات حتى كتندمج مع بعضياتها. وها هو الخليط وجد. دابا كنحتاجو كذلك 200 غرام ديال الزبده مذابه ونص كيلو ديال ورقه الفيلو. كناخدو ديك الورقه كنسرحوها. انا اشنو كناخد جوج ديال الوراقي، كنبدا نطويهم وكنحطهم على جنب ونغطيهم بواحد القماشه كما كتشوفوا في الصوره باش تسهل عليا عمليه ديال التحضير ديال المعسله ديالي وباش ما تهرس لياش ديك الورقه ديال الفيلو. صافي كناخدو دابا جوج وراقي ديال الفيلو كنحطو فيه كندهنوهم بالزبده. كنحطو واحد جوج ديال الاعواد اللي كيكونوا خارجين على جنب او عود طويل الا عندكم. صافي كتبقاو دهنوا مزيان ديك الورقه بالزبده ضروري، لانه نتوما عارفين الورقه ديال الفيلو كتكون فيها الطحين وتكون شويه ناشفه. ومن بعد كنسرحوا داك الخليط، كناخذوا واحد الكميه ونبداو نوزعوه على الورقه بهذا الشكل. صافي كنبداو نلويو ونلفوا في داك الورقه و وكيتسالوا ممكن تكرشوها بحيث تعطيكم واحد الشكل زوين. الطريقه صراحه هي سهله، راها سريعه التحضير كما تشوفوا في الصوره. كتدهنوا كتسرحوا او كتوزعوا داك الخليط على الورقه ديال الفيلو بحيث ما توزعوش لاخره، غادي تخليو داك النهايه ديال الورقه ديال الفيلو بلا كاوكاو. كدهنوا فقط الزبده، يعني تقريبا هكاك واحد 2 سنتيم او 3 باش ما يخرج لكمش وباش الورقه يعني تجمع لكم. صافي كتجمعوا ديك الورقه مع جانبين كتدفعوها باليدين بهذا الشكل هذا، كتجي مكرمشه. صافي كتحطوها في الصينيه ديال الفران، وما بين كل رولو تخليو واحد المسافه، ما تزيروش لي رولو بيناتهم، وانما تخليو واحد المسافه لانه مازال غادي ندهنوها بالزبده. كناخذوا واحد السكين حاد وكنبداو نقطعوا بهذا الشكل. بالنسبه يعني المقاسات كتحطوا نتوما اللي بغيتو. صراحه انا قطعتها كبيره، بغيتو نتوما تزيدوا تقطعوها صغيره راه تجي زوينه، كل وحده وعلى حساب المذاق والذوق ديالها. كناخذوا الزبده كنبداو ندهنوا بهذا الشكل بحيث انه لازم نشربوا هذوك الحرابيل بالزبده. صافي كنبقاو هكا مع الفرشات، ومن بعد كنحطوها في الفران. بالنسبه للنار كتكون او درجه الحراره كتكون متوسطه بحيث انه تحمر لنا من الفوق ومن التحت وصافي. وهي دابا وجدات. كمرحله ما قبل الاخيره كنجيبوا العسل. بالنسبه للعسل ما كتحتاجوش واحد الكميه كبيره، يعني تقريبا واحد كاس او يعني كاس ونص. كتاخذوا الملعقه كتبداو كتوزعوا داك العسل على دوك المعسلات بحيث انكم تشربوها مزيان. صافي كنستمروا هكا. ومن بعد كتجي المرحله الاخيره اللي هي مرحله التزيين. هنا كتكونوا خليتوا واحد شويه ديال كاوكاو مهرمش. صافي كتبداو تزينوا به الشكل ديال المعسله ديالكم، او ممكن تستعملوا اي مكسره اللي عندكم في الدار او تكتفوا بها كما بدون تزيين. صافي هي وجدات. صراحه كتجي لذيذه وكتجي جميله في المنظر ومقرمشه، واللي كلاها راه ما كيشبعش منها. كتكون صراحه زعما خصكم تجربوها باش تعرفوا اللذه ديالها. ونتمنى ان هذا الفيديو يكون خفيف عليكم، وان شاء الله يعني تجربوها وتعجبكم. وما تنسوش تعملوا الاعجاب، وشكرا والى اللقاء.